السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ جايبه لكم النهارده بقى وصفة علبة الجاتو بتاعي. بالنسبة لي يعني دي دي بتبقى علبة جاتو في التلاجة. انا مش عارفة بقى انتوا بتحبوها كلكم بقى ولا ايه؟ دي بقى البتنجان بالخلطة المسلوق، البتنجان اللي هو ايه، صحي نص نص كده. يعني احنا بنضحك على نفسنا ونقول صحي، بس يعني ايه، هو نص نص يعني. مش قاريينه في الزيت، سالقينه. يعني بنضحك على نفسنا شوية ونقول صحي يعني. ما علينا. المهم البتنجان ده خطير، جربيه بجد والله هيعجبك بقى. يا سلام بقى كده مع شوية بامية او ملوخية. يلا بقى ندخل على طول. اول حاجة بقى تجيبي الهون كده، انا عاملاه الساعة 7 الصبح، وتصحي النايم بقى وتفضلي تدقدقي فيه كده. دي لعبتي بقى ايه كل يوم الصبح. ويبقى التوم كده فريش، راس توم متوسطة كده، دقيها في الهون تكون فريش كده. بعد كده بقى هتجيبي البتنجان والشطه بتاعتك دي، ومش هستخدم سكينه خالص. انا بشيل يا دوبك كده البتاع ده اللي اسمها ايه، قولوا معايا، البتاع اللي ورا دي، وبسيبها كده ببوزتها زي ما هي، مش هفتحه ولا هعمل فيه اي حاجه. السكينه دي ملهاش علاقه خالص بينا. تمام كده. فاحنا هنشيل البتاع الاخضر بتاع البتنجان اللي ورا دي، والفلفل كذلك، فانا مش هفتحه خالص. يا سلام بقى طبق البتنجان ده بقى ايه، مع شويه طعميه سخنين الصبح، طبق ملوخيه على الغدا، طبق باميه. يعني عايزه اقول لك خطير 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 يعني. طيب انا هخلص بقى الكميه دي كلها بتاع، عايزه بقى تعملي كيلو بتنجان وتسيبيه ما بيجرالوش اي حاجه عندك في التلاجة. يلا بقى ايه، نجيب حله على النار ونغلي فيها شويه ميه. بعد ما نغلي فيها شويه ميه نحط فيها ايه، حوالي 4 معالق زيت كبار كده، ونحط فيها كمان ربع كوبايه خل. الخل ده اللي هيخليه قلبه زي الملبن كده، ويبقى لونه بتنجاني. وكمان نحط نص معلقه كمون، ما تكتريش في الكمون، نص معلقه كمون صغيره. ونحط كمان نص معلقه ملح، نص معلقه ملح صغيره، ونص معلقه كمون صغيره، ومعلقه بابريكا صغيره برضو. البابريكا اللي هتدي له برضو لون الميه حلو كده، وبتخليه طبعا تحفه. ومعلقه توم من اللي احنا لسه فارمينه دلوقتي، معلقه توم كبيره. انا هنا حطيت معلقتين لان المعلقه اللي في ايدي صغيره. تمام كده. ونسيب بقى ايه الميه طبعا بتغلي اهي. ننزل بقى بالبتنجان الخطير بتاعنا. اهم حاجه عندي البتنجان يكون واصل له كله ميه. هقولك تعملي ايه دلوقتي. حطي بقى الشطه والبتنجان بتاعك، وهاتي طبق كده من فوق صيني، وحطيه في، وغطي بقى البتنجان بتاعك وسيبيه 10 دقايق كده. نيجي بقى نعمل ايه الخلطه بتاعته او الهريسه اللي هنحشي بيها البتنجان. إيه، عندك كده بقى 3 ليمونات كبار، هاتيهم وعصريهم. عايزه 3 ليمونات 4 ليمونات لو الليمون عندك صغير. انا الليمون عندي كان كبير الحمد لله، فانا حطيت عصرت 3 ليمونات. تمام كده. بعد كده هنجيب نحط التوابل بقى والثوم. انا هحط بقى معلقه الثوم الكبيره، زي ما قلت لك انا معلقتي صغيره، فايه بستخدم معيارين منها. وبعد كده اجيب بقى لسه الشطه اللي انا عملتها زي ما قلت لكم وعملناها مع بعض في الفيديو. احط منها معلقتين كبار. هنا انا بحط 4 معالق لان زي ما قلت لكم المعلقه صغيره، فحطيت 4 معالق صغيرين. هي طبعا الهرسه دي اساسي. وحطي كمان ربع كوبايه من الخل. وحطي بقى نص معلقه كمون صغيره كده، ما تكتريش في الكمون قوي. وحطي معلقه ملح صغيره. عايزه تحطي كزبره ناشفه بس انا ما كانش عندي، حطي نص معلقه كزبره ناشفه، بس انا ما كانش عندي بصراحه. خلاص البتنجان عندي بقى اتسلق اهو. الميه دي مش هنرميها، ده الميه دي بصوا الكنز بتاعنا، دي اللي هنزوده على الوش بيها كده. هجيب البتنجان بقى وانزل فيه بالخليط بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض كده، هرسه الشطه والتوابل والخل وكده والثوم. ونبدا نغطسه بقى ايه في الكلام الجميل ده كله. عايزه اقول لكم الميه اللي جنب البتنجان دي انا بقى قايل عليها اشربها، انا بحبه جدا البتنجان ده. بقول لكم بالنسبه لي علبه جاتوه. والاملاح طبعا مظبطاني، بس ما اقدرش بصراحه استغنى عنه. انا والله العلبه دي ما بتقعد معايا يومين. ممكن كل ما اجي افتح التلاجة كده احط واحده في بقي. انا بحبه جدا بعشقه. او شايفين البتنجان عامل ازاي، الله مانجا يا ولاد والله. البتنجان ده تحفه، جربيه والله على الطريقه دي يعني هيعجبك جدا. طبق البتنجان ده بتاع زمان كان لازم يكون موجود على اي طبليه، كان لازم والله. وبيبقى احلى بكتير من البتنجان المقلي. وعايزه اقول لكم يعني صحي شويه عن البتنجان المقلي، يعني ما دخلناش ولا قلينا فيه زيت.
هاخده بقى ايه، هحدقه كله كده وتغطسيه في الخليط اللي انت عملتيه ده كله زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لكم انا ايدي هنا شطشطت لان هرست الشطه حراقه، وانا عماله بقى ايه اسقي فيها كده صبعي. فعايزه اقول لكم ايدي كانت نار، مطلعه نار كده. هو خلاص بقى كله اهو شوفي ايه، اتغرق في الخليط اهو شايفين. بعد كده بقى ايه، حطيت بقى شويه هريسه كده من اللي انا كنت بحطه في البتنجان، فحطيت بقى شويه ميه من سلق البتنجان عليهم، وهزوده على الوش اهو. بقى شويه من الخليط اللي انا حشيت بيه البتنجان، حطيت شويه من ميه سلق البتنجان عليهم، وهزود بقى ايه علبة البتنجان بتاعي. وكده خلاص البتنجان بتاعي جاهز. هغطيه بالغطا بتاعه واسيبه، المفروض يتاكل تاني يوم، بس انا ما صبرتش بصراحة، كلته على العصر. هنا خلاص اهو كنت فتحته على العصر كده، ما صبرتش يعني المفروض تسيبيه لتاني يوم عشان يديك القلب البتنجاني بقى الحلو اللي جوه ده. ما انا ما صبرتش بصراحه، لا حطيت منه على الغدا. عايزه اقول لكم برده شايفين من جوه ملبن، وده اللون من جوه بتنجاني ازاي، يعني بصراحه تحفه. الثلاث بتنجانات اللي انا فتحتهم معاكم دول انا كلتهم ما سبتهمش في حالهم بصراحه. فجيت على الغدا بقى اللي هو ايه، شبعانه، كلت بتنجان كتير. شايفين قلبي يا ولاد، الله انا جوعت تاني والله. عايزه اقول لكم طعمه تحفه وريحته، بتفتحي العلبه بس كده تشمي بقى، الله شايفين. طعمه جميل قوي. يلا بقى جربوه، قولوا لي ايه رايكم في الوصفه، وما تنسوش اللايك والشير، ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه. يلا باي باي.